السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان علاش كيمشي لعند الطبيب؟ كيمشي لعند الطبيب باش يداوى، كيحس بواحد المرض، بواحد الإعياء، واحد الألم، واحد الوسوسة في الراس، برزطاتو شي حاجة، تيمشي لعند الطبيب في الجسم ديالو، تيمشي لعند الطبيب. الطبيب كيشخص المرض أولا، يعني كيدير الفحوصات، تحاليل، سكانيرات إذا طلب الأمر، والمهم تيمشي تا هو تيدير اللي تعطيه الدواء على حساب هذاك الشيء اللي عنده. بعض المرات تيخرج ليه غير ريجيم، بعض المرات تعطيه عقاقير ودواء وداك الشيء ديال الفانيد وداك الشيء ديال البراوات، وبعض المرات العمليه الجراحيه واش يبتر هذاك العضو المريض او يداويه بالعمليه الجراحيه على حساب المرض اللي عنده. علاش نقول لك انا هذا الشيء؟ علاش؟ لان الانسان بعض المرات تيدخل في واحد العلاقات مع واحد الانسان ولا واحد الانسانه، ولكن كيشوف باللي هذاك الشخص، هذاك الطرف الاخر انتهازي، وصولي، كذاب، باغي غير يوصل باي طريقه يوصل. شنو خصو يدير؟ واش يخلي المرض يتزاد، سبب لي مشاكل، سبب لي الم في الراس، سبب لي وسواسه، سبب لي، واش يخلي المرض يتزاد ولا راه خصو هو شنو خصو يدير؟ مباشره العمليه الجراحيه والبتر، البتر يبتر هذيك العلاقه، عنده ما يدير بها زي بالجبلي على صداع الراس وعلى المرض، يبترها. البتر هو الحل الوحيد باش ما يتزادش المرض. الله غالب.